لما تلبسي النقاب بالطريقة دي تبقى فتنة، ولما تعمليه كده برضه فتنة، ولما تعملي كده بقى وتحطي كحل في عينيكي تبقى فتنة أكتر وأكتر. كل الأشكال دي مش نقاب. انت تعرف ان في نبي اتدفن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايوه، النبي دانيال. اكتشفوا قبره في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر بن الخطاب امر الصحابة ان هم يخفوا قبره حتى لا يعبده الناس. دفن بعد النبي محمد معناه اعيد دفنه بعد اكتشاف قبره، مش معناه اللي هو مات بعده. تاني حاجة، القصة دي ما وردتش في القرآن، لا حتى وردت في الكتب المشهورة في كتب السنة زي البخاري ومسلم وغيره، انما وردت في المصنفات زي مصنف عبد الرزاق وابن ابي الدنيا وغيره. قصة مشهورة عند أهل التاريخ والعلماء تداولوها بلا إنكار. وأول مرة تعرف المعلومة دي يا ريت تكتب في التعليقات، ويا ريت ما توقفش المعلومة دي عندك ووصلها لغيرك. دي واحدة بتقول إيه؟ إن ربنا فرض الحجاب على نساء المسلمين مش عشان ستر العورة في الإسلام واجب، إنما عشان الدنيا كانت حر. معنى الكلام ده إيه؟ إن أنت لو في مكان برد أو مشغل التكييف أو في فصل الشتاء مثلا امشي بفخدك عادي. بحس ان كل الشباب اللي عاملين فيها متدينين بيحبوا الحريم. انت عايزهم يحبوا الرجاله ولا ايه؟ دم الحيض اتقطع عليكي قبل المغرب على طول، المفترض هتقضي صلاة ايه؟ طبعا هتجاوبيني وهتقولي لي هقضي صلاة العصر. اقول لك غلط، المفترض ان انت تصلي صلاة الظهر والعصر، مش العصر بس. نفس الموضوع لو انقطع عليكي دم الحيض في وقت صلاة العشاء، المفترض ان انت تصلي صلاة المغرب والعشاء، مش تقضي صلاة العشاء بس. الدليل على كده ان انت لما بتسافر بتجمع الظهر والعصر في وقت واحد والمغرب والعشاء في وقت واحد. اللي قالوا الكلام ده هم فقهاء الشافعية وفقهاء الجمهور. ما بقولش ان الكلام ده عليه اجماع بين اهل العلم. احوط في قضاء الصلوات ان انت تمشي على قول الجمهور. لو اول مرة تسمعي المعلومة دي يا ريت تكتبي في التعليقات، يا ريت ما توقفيش المعلومة دي عندك وانقليها لغيرك. انت تعرف ان في نبي اتدفن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايوه، النبي دانيال. اكتشفوا قبره في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر بن الخطاب امر الصحابة ان هم يخفوا قبره حتى لا يعبده الناس. دفن بعد النبي محمد معناه اعيد دفنه بعد اكتشاف قبره، مش معناه اللي هو مات بعده. تاني حاجة، القصة دي ما وردتش في القرآن، لا حتى وردت في الكتب المشهورة في كتب السنة زي البخاري ومسلم وغيره، انما وردت في المصنفات زي مصنف عبد الرزاق وابن ابي الدنيا وغيره. قصة مشهورة عند أهل التاريخ والعلماء تداولوها بلا إنكار. وأول مرة تعرف المعلومة دي يا ريت تكتب في التعليقات، ويا ريت ما توقفش المعلومة دي عندك ووصلها لغيرك. انت تعرف ان في نبي اتدفن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايوه، النبي دانيال. اكتشفوا قبره في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر بن الخطاب امر الصحابة ان هم يخفوا قبره